خلوني النهاردة أحكي ليكم واحدة من أبشع القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك. فهدي نور الأوضة بتاعتك وادخل تحت البطانية علشان هتمطر في نص الحكاية، وعلي صوت الفيديو وعيش معايا القصة دي بتفاصيلها القوية اللي أوعدك فيها بوجبة دسمة من التفاصيل المرعبة اللي ممكن تسمعها في حياتك كلها. بس كالعادة، وقبل ما ندخل على قصتنا النهاردة، مش هفكرك تعمل اشتراك في القناة علشان نكبر بيكم، وتعمل لايك للحكاية بتاعت النهاردة لو عجبتك، وتسيب تعليق دعم بعد ما تسمع القصة للنهاية بإذن الله. يلا بسم الله نبدأ حكايتنا النهاردة. سنة 1999 دخل شاب قسم شرطة في منطقة الرمل في اسكندرية، وبعد دقايق من دخوله اتكلم مع أمين شرطة وقال له إنه عايز يعمل بلاغ بتغيب أخته. وأمين الشرطة فتح المحضر وبدأ يسجل بيانات المتغيبة، والشاب بدأ يجاوب على أسئلة الأمين وهو باين عليه التوتر، ووقتها كان كل شوية يسكت ويفضل يماطل في الإجابة. وفي اللحظة دي كان موجود ضابط مباحث وخد باله من اللي بيحصل، فالضابط اتدخل في المحضر وهو اللي كمل مع الشاب ده الأسئلة اللي في المحضر. واللي حصل ده خلى الشاب يتوتر أكتر وبقى يتهرب من إجابة أغلب الأسئلة. فالضابط وقتها شك فيه وحس إن الشاب ده وراه حاجة أكبر بكتير من مجرد محضر تغيب جاي يعمله. بعد ما ضابط المباحث شك في الشاب بدأ يضغط عليه بالأسئلة، ومن كتر الضغط الشاب جاوب عليه بوضوح وقال له إنه اسمه شوقي وأخته المتغيبة اسمها هبة، وبقالها 20 يوم ما رجعتش بيتها. فالضابط هنا سأل شوقي باستغراب إزاي أخته غايبة كل المدة دي وهو لسه جاي يقدم بلاغ دلوقتي. فشوقي رد وقال إن علاقته بأخته كانت وحشة وإن بينهم مشاكل كتير بسبب تصرفاتها، لأن أخته كانت مدمنة وهو حاول يعالجها أكتر من مرة، لكن هبة ما كانتش بتكمل علاجها وكانت بترجع للتعاطي تاني كل مرة، عشان كده بعد عنها وما بقاش عارف عنها أي حاجة. ولما الضابط سأله عن حياتها الشخصية، شوقي قال له إنها كانت متجوزة وانفصلت عن جوزها من فترة طويلة، وبعد طلاقها تصرفاتها بقت مش طبيعية ودخلت في دوامة الإدمان، وهو حاول يمنعها بس هبة كانت بترفض يتدخل في حياتها وبقت تتخانق معاها على طول. ده غير إنها حولت حياته الجحيم بسبب مشاكلها الكتير، لحد ما في يوم فاجئته إنها اشتغلت. وشوقي سألها عن طبيعة الشغل ومكانه، فهبة رفضت تقول له حاجة، وكل اللي قالته إنها شغالة في مكان كويس وبتبات في قلب المكان. ولما غيابها طال وموبايلها بقى مقفول بالأيام، شوقي حس إن في حاجة غلط وسأل عليها قرايبهم ومعارفهم يمكن حد منهم يكون عارف عنها أي حاجة، لكن محدش قدر يساعد. عشان كده قرر إنه يعمل بلاغ تغيب في قسم الشرطة. وبعد ما شوقي خلص كلامه مع ضابط المباحث وقدم بلاغه، خرج من القسم وهو مستني أي خبر يطمنه على أخته. وفي نفس الوقت وفي مكان تاني بعيد عن منطقة الرمل، وبالتحديد في شارع ترعة المردومة، في واحدة من العماير السكنية هناك، سكان العمارة اتصلوا بالشرطة وقالوا إن في ريحة وحشة مالية المكان ومصدرها جاي من شقة في الدور الثالث. فرجال الشرطة اتحركوا ووصلوا للمكان ووقفوا قدام باب الشقة اللي خارج منها الريحة، ووقتها سمعوا صوت أغاني مسموعة بوضوح خارجة من جوه الشقة. وبعد ما النيابة أذنت بالدخول بالقوة للشقة للتفتيش واستكمال المحضر، القوة اللي من القسم كسروا الباب، وأول ما الباب اتفتح الريحة زادت بشكل رهيب لدرجة إن كل اللي واقفين ما بقوش قادرين يتنفسوا. ورجال المباحث دخلوا الشقة ولقوا إن كل أنوارها شغالة والتلفزيون شغال على أغاني بصوت عالي. وبعد دخولهم انتشروا في الشقة بالكامل وفتشوها لحد ما وصلوا لمصدر الريحة، واللي كانت خارجة من تلاجة كبيرة وكان قدامها مروحة شغالة ومتوجه هواها للتلاجة. فواحد من رجال المباحث فتح بابها ولقى جواها شوال كبير، وبعد ما فتح الشوال رجال المباحث شافوا قدامهم جثة ست، والجثة كانت في حالة تحلل شديد
وبعد ما خلصت المعاينة رجال المباحث أمروا بنقلها لمصلحة الطب الفرعي. وبعد النقل والمعاينة التحقيق اتفتح مع الجيران اتسألوا عن صاحب الشقة، فأغلبهم ردوا وقالوا إن اللي ساكن في الشقة مش صاحبها الأصلي، ده شخص مستأجر وعايش فيها بقاله حوالي سنة، والشخص ده معروف في المنطقة باسم أبو العربي، وهو راجل بلطجي وأغلب الناس بعيدة عنه بسبب سمعته السيئة. أما عن الجثة اللي لقوها في التلاجة فمحدش عارف هي مين بالظبط. هي كانت بتزور أبو العربي كتير، لكن محدش من الجيران عارف هل هي مراته ولا قريبته، لأن الست دي كانت في حالها وما كانتش تتعامل مع أي حد، والجيران هم كمان ما حاولوش يتعاملوا معاها بسبب خوفهم من أبو العربي. ولما الست دي بتكون موجودة عنده الجيران بيسمعوا صوت خناق وزعيق ما بينهم، وأوقات كتير كان بيتسمع صوت خبط وتكسير جوه الشقة، وخصوصا في الأيام الأخيرة. وبعد ما جهات التحقيق خلصت أسئلة مع الجيران، قوات الشرطة اتحركت في اتجاهين، اتجاه للقبض على أبو العربي والاتجاه التاني معرفة هوية صاحبة الجثة. الشرطة لما رجعت بلاغات التغيب ظهر قدامهم بلاغ لشخص مبلغ عن اختفاء أخته من حوالي 20 يوم، وبناء عليه تم استدعاء شوقي وتعرضت عليه الجثة. وعلى الرغم من إن شكلها كان صعب بسبب تحللها، لكن شوقي قدر يتعرف عليها بسبب علامات مميزة فيها. وفي نفس الوقت قوات الشرطة في خلال ساعات وصلوا لمكان أبو العربي واتقبض عليه من غير أي مقاومة منه. وأبو العربي بعد ما وصل لمكتب التحقيق وقف قدام الضابط وهو مهزوز وإيده بتترعش، وكان واضح عليه تأثير المخدرات على كل جسمه. بس الضابط عرف يتعامل معاه وفضل يسأله لحد ما نطق وقال الحقيقة. وبسؤاله عن الجثة اللي موجودة جوه الشقة اللي مأجرها قال إن اسمها هبة، وبعد كده سكت شوية وبدأ يحكي كل حاجة. أبو العربي قال إنه دخل طريق المخدرات من وهو صغير واشتغل فيه لسنين طويلة، وبسبب شغله في الممنوعات اتقبض عليه وبقى ليه ملف إجرامي، وبالرغم من كده أهله ما سابوهوش ووقفوا جنبه. وبعد خروجه من الحبس أهله جابوله عروسة في محاولة منهم إنه ينصلح حاله ويبعد عن أي طريق مشبوه، وده طبعاً بيمثل اعتقادهم الشخصي. وفعلاً اتجوز وعاش في بيت العيلة وسط أهله وأخواته، وحياته مع مراته كانت هادية ومستقرة، وجوازه دام لمدة 10 سنين. وفي خلال الفترة دي ربنا رزقه بأولاد، وأمور بيته كانت ماشية كويس، وفتح محل واللي بيكسبه كان بيصرفه على بيته، وقدر وقتها إنه يغطي كل احتياجات مراته وأولاده. ومن حوالي 2 ظهر في حياته شخصين، واحد اسمه ممدوح والتاني اسمه سيد، والاتنين دول كانوا أصحابه من زمان. وبعد رجوعهم فضلوا يفكروه بالفلوس اللي كان بيكسبها وقت شغله في تجارة المخدرات، وإنها أكتر بكتير من الفلوس اللي بياخدها من المحل. ومن كتر الزن عليه رجعوه لطريق المخدرات تاني، بس المرة دي رجع أسوأ من زمان، اتحول من مجرد تاجر لمدمن كمان في نفس الوقت. ولما مراته عرفت باللي حصل حاولت ترجعه عن طريق الضياع اللي هو ماشي فيه، بس أبو العربي كان رافض يسمع منها أي كلمة، وبيته المستقر اتحول لجحيم، وكل يوم خناق وزعيق، وكل ما أهله يتدخلوا علشان يصلحوا ما بينهم الحال كان بيسوء أكتر من الأول، وأبو العربي كان رافض أي نصيحة أو مساعدة من أي حد. لحد ما مراته ما بقتش قادرة تستحمل، ولمت هدومها وخدت ولادها ورجعت على بيت أهلها، وبعدها طلبت الطلاق. وفي نفس الوقت أهل أبو العربي حاولوا للمرة التانية يصلحوا حاله وودوه المصحة يتعالج فيها، بس أبو العربي بعد ما دخل المصحة هرب منها ورجع تاني لطريق الإدمان. وأهله حاولوا يرجعوه المصحة كذا مرة، بس كل مرة كان بيخرج منها حالته بتكون أسوأ من اللي قبلها. ومراته لما تأكدت إن جوزها ما بقاش فيه أمل إنه ينصلح حاله صممت على الطلاق، وفعلا أبو العربي طلقها. وبسبب الطلاق أهل أبو العربي رفضوا وجوده وسطهم تاني وطردوه من البيت، وأبو العربي خسر كل حاجة، بيته وأولاده وأهله وكمان شغله. أصحابه اللي كانوا السبب الرئيسي إنه يخسر كل ده راحوا خدوه من الشارع وجابوا له شقة صغيرة في شارع الترعة المردومة، ومن بعدها
شغله في تجارة المخدرات زاد، لحد ما في يوم، وبالتحديد في أواخر سنة 2000، أبو العربي اتعرف على ست اسمها هبة، وهبة دي كانت بتشتري منه مخدرات. ومع الوقت حصل بينهم كلام وبدأوا يتعرفوا على بعض، وهبة حكيت له حكايتها وعرف إنها مطلقة وعايشة لوحدها في شقة في كرموز، وأهلها كلهم قطعوها بسبب إدمانها، والوحيد اللي كان لسه بيسأل عليها هو أخوها شوقي. بس علاقتهم دايما كانت فيها مشاكل، لأنه كان بيلومها على تدمير حياتهم وإنها سبب في المشاكل اللي ظهرت في حياته. وهبة وأبو العربي بعد ما قربوا من بعض حصل ما بينهم إعجاب، والإعجاب ده اتطور لعلاقة محرمة. ومن بعدها أبو العربي عرض على هبة إنها تعيش معاه في الشقة، وهبة وافقت من غير تفكير وعاشت معاه، بس مش بشكل دائم. كانت بتقعد معاه كل كام يوم وترجع تروح على شقتها اللي في محطة الرمل. واستمر الحال ده لشهور، وفي خلال الشهور دي أبو العربي أوقات كان بيتخانق مع هبة وصوتهم كان بيسمع العمارة كلها، لكن بعد شوية يهدوا ويرجعوا زي الأول. لحد ما في مرة أبو العربي لاحظ إن هبة متغيرة معاه وأسلوبها ما بقاش زي الأول، لكن سكت وقال لنفسه إنها ممكن تكون متضايقة من أي حاجة. لكن الحال ده استمر لفترة طويلة، وبسبب كده الشك دخل قلبه وحس إنها بتخونه وإن في شخص تاني دخل حياتها. والإحساس ده كان بيزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله، وكان بيجيله شوية أفكار وتخيلات إنها على علاقة بضابط شرطة وبتقوله أخبار أبو العربي أول بأول، وساعات يفكروا شخص عادي وهي بتحبه. ولاحظ كمان إن الفلوس والمخدرات اللي مخزنها في الشقة بقت بتقل بشكل واضح، وده زود الشك عنده بنسبة أعلى. ومن كتر شكوكه ما قدرش يسكت أكتر من كده، وراح وواجهها بكل اللي جواه. طبعا هبة أنكرت كل كلامه وصوتها عالي، والخناق رجع تاني ما بينهم. وساعتها أبو العربي فقد أعصابه ومسكها وضربها بكل قوته، ووصل لمرحلة إنه كسر عليها عفش البيت، فهبة وقعت على الأرض وهي بتتلوي من الوجع. وأبو العربي من كتر الغل مسكها وقصلها شعرها بالكامل، وجاب سلاح أبيض وابتدى يضربها ضربات سطحية غير نافذة علشان يسبب لها جروح وما توصلش لدرجة الموت. وكان بيعمل كده علشان تعترف وتقول له الحقيقة، بس هبة كانت مصممة على كلامها، وكل ما هبة تسكت غضبه وعصبيته كانوا بيزيدوا. وأبو العربي لما شاف إنها مش راضية تتكلم مضاها على إيصالات أمانة وهددها إنها لو ما قالتش الحقيقة هيقدمهم للنيابة علشان يحبسها. وفي نفس الوقت هبة فضلت مصممة على كلامها، وبسبب كده أبو العربي زود ضربه ليها، واستمر الحال ده لمدة 14 يوم، وكان بيعمل كده بشكل متواصل لحد ما ماتت ما بين إيديه. أبو العربي وقف قدام جثتها وهو مش مصدق إنها ماتت، وعقله وقف تماماً عن التفكير. وبعد كام دقيقة ما لقاش قدامه غير أصحابه ممدوح وسيد، وكان عارف إنهم هيقدروا ينقذوه من المصيبة اللي هو واقع فيها، فاتصل بيهم وطلب منهم إنهم يروحوا ليه البيت في أسرع وقت. وفعلاً أصحابه وصلوا عنده البيت، وبعد ما دخلوا الشقة وعرفوا بالمصيبة اللي صاحبهم عملها ما بقوش عارفين يعملوا إيه. وبعد دقايق من السكوت واحد من أصحاب أبو العربي طلع من جيبه شريط مخدر وإدى لكل واحد فيهم قرص، وطلب منهم إنهم ياخدوه لحد ما يهدوا، وبعدها يقعدوا يفكروا في طريقة يتخلصوا بيها من الجثة. والتلاتة شربوا المخدر وقعدوا قدام الجثة يبصوا عليها. وبعد صمت طويل واحد فيهم قال إنهم قبل ما يعملوا أي خطوة لازم يغسلوها ويصلوا عليها. تقريبا كده البرشام اشتغل معاه وقتها، وبعد ما عرض عليهم الفكرة الاتنين التانيين وافقوا عليها. وأبو العربي قام من مكانه وشال هبة على كتفه ودخل بيها الحمام وحطها في البانيو، وأصحابه كانوا بيساعدوه خطوة بخطوة. وبعد ما خلصوا الغسل أبو العربي شالها تاني وخرج بيها للصالة ونيمها على الأرض، وسيد صاحبه جاب ملاية وغطاها بالكامل، والتلاتة وقفوا جنب بعض وصلوا عليها. وبعد ما خلصوا صلاة أبو العربي طلب من سيد ينزل يشتري شوال كبير بلاستيك علشان يحطوا فيه الجثة. وأبو العربي وصاحبه ممدوح شافوا إن تكسير الجثة هو الحل الوحيد علشان يقدروا يطبقوها ويحطوها جوه الشوال.
والاتنين مسكوا الجثة وفضلوا يتنوا فيها لحد ما قدروا يطبقوها. وبعد ما جهزوها سيد وصل ومعاه الشوال، والتلاتة شالوها ودخلوا الجثة فيه، واتفقوا انهم يحطوها في التلاجة لتاني يوم لحد ما يتصرفوا في تروسيكل ينقلوا الجثة فيه ويرموها في مكان بعيد عن المنطقة. أبو العربي فضى التلاجة بالكامل وشال الأرفف ونزل درجة التبريد لأقل درجة، وبعدها شد الشوال هو وأصحابه ورفعوه بالعافية ودخلوه جوه التلاجة وقفلوا عليه كويس. وبعدها سيد جاب مروحة وحطها قدام باب التلاجة ووجه الهواء عليها. وبعد ما نظفوا ورتبوا مكانهم، أبو العربي شغل التلفزيون على قناة أغاني وعلى الصوت للآخر، وساب كل أنوار الشقة منورة علشان يوهم الجيران إن في حد موجود في البيت. وبعدها كلهم مشيوا من الشقة، حتى أبو العربي نزل علشان خاف يبات لوحده في الشقة، وفضل يلف في الشارع لحد تاني يوم. وعلى الظهر اتصل بصحابه التانيين وسألهم هيتجمعوا في الشقة إمتى، لكنه اتصدم لما قالوله إنهم خايفين يكملوا الاتفاق معاه، وكل واحد فيهم رافض ينقل معاه الجثة. فأبو العربي اتضايق من رد فعلهم واتخانق معاهم، وبعدها قعد يفكر وملقاش قدامه غير حل واحد، إنه يسيبها جوه التلاجة على اعتقاد منه إن الجثة هتتجمد، ولما يلاقي مكان أمان يخبيها فيه هيقدر يشيلها ويخرجها بره الشقة ويتخلص منها. بس اللي حصل كان غير اللي هو متخيله. بعد مرور 10 أيام الريحة بدأت تظهر بشكل مرعب بسبب إن الكهرباء كانت بتقطع في المنطقة كذا مرة في اليوم، فالتلاجة عطلت والجثة بدأت تطلع ريحة صعبة جدا، والسبب ده كان هو دليل كشف الجريمة. وبعد ما جهات التحقيق خدت أقوال المتهم أبو العربي، اتقبض على المتهم الثاني ممدوح والمتهم الثالث سيد. ولما جهات التحقيق واجهتهم بأقوال أبو العربي، الاتنين اعترفوا بكل حاجة وقالوا إنهم ملهمش علاقة بالقتل، وإن دورهم كان في إخفاء الجثة فقط. وبعد انتهاء التحقيقات التلاتة تحولوا لمحكمة جنايات الإسكندرية. وفي شهر أكتوبر سنة 2004 صدر الحكم على المتهم الأول الشهير بأبو العربي بالسجن المشدد لمدة 25 سنة، والمتهم الثاني ممدوح بالسجن المشدد لمدة 7 سنين. أما المتهم الثالث سيد فاتحكم عليه بالسجن لمدة 1 سنة بس. يا جماعة، المخدرات دايما بتكون الدافع الأساسي لدمار كل شيء لمتعاطي المخدرات والناس اللي حواليه. أتمنى تكون الحكاية عجبتكم، ونهاية الكلام سلام.